كان في حاجه اسمها مكتب خدمه المواطنين اللي جه الرئيس محمد مرسي غير اسمه وسماه ديوان المظالم. كان المكتب اسمه مكتب خدمه المواطنين، واكم من الناس خرجت من المعتقلات، واكم من شكاوى جات لي انا شخصيا. ضباط اتحبست، ضباط في عهد حبيب العدلي وفي عهد مبارك تم تحويلهم للمحاكمه ده عشان حاجات متعلقه بمهام مهنتهم يعني؟ لا ولا اتحبسوا علشان خاطر اهدروا كرامه او عذبوا بعض المواطنين وتم اثبات ذلك. أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هل حضرتك شفت الاموال المنهوبه؟ طبعا شفتها بعينك؟ شفت شنطه وهي طالعه؟ التلفزيونات ديت حضرتك اللي جه ما انا هقول لحضرتك فلوس عز، فلوس حسين هل معاك مستند رسمي صحيح يقول ان الناس دي سرقت؟ في ناس منوطين بالجزء ده طبعا. مش متابع قضايا احمد عز حكم عليه بالغرامه 20 مليار جنيه مصري. تمام. هذا احد رموز النظام السابق اتكلم عنه. هذه قضيه هو احمد عز وليس حسني مبارك. الم يكن في ناس اتحكم عليها في عهد مبارك ب 25 سنه سجن وعملوا اعاده اجراءات من اول من ثاني جلسه طلعوا براءه من 25 سنه. اتحكم عليهم فساد مالي يا استاذ احمد. خيرت الشاطر استفاد منه، حسن مالك استفاد منه. عايز تتكلم خالص ولا فساد مالي يا استاذ احمد؟ وهرجع لحضرتك. احنا متفقين وملتزمين. تمام. حضرتك عارف القضيه رقم 405 حصر اموال عامه عليا؟ دي كان مين بطلها؟ بطلها رئيس الوزراء اللي انتوا جبتوه من الميدان، عصام شرف. وادي وقائع القضيه بالكامل. تمام؟ اللي هي استيلاءه على نحو 50,000 يورو. انا بسال السؤال للدكتور عصام، هل هذا الموضوع صحيح من عدمه؟ وهل هذه القضيه موجوده ولا لا؟ استاذ احمد انت طلبت حاجه مهمه جدا وجبناها لحضرتك على الهواء، الراجل اللي كان مع الرئيس مبارك اللي قلت لو موجود يجي لنا في مداخله على الهواء. طيب احنا معانا مداخله يا جماعه مهمه نسمعها. الو. طيب فقدنا اللسان، نرجع تاني. في القضيه رقم 332 حصر امن دوله عليا لعام 2011 اللي بيناقشها المستشار محمد وجيه رئيس نيابه امن الدوله، وقاضي التحقيقات اشرف العشماوي اللي بيناقش قضيه التمويل الاجنبي. القضيه دي انا مش هقول ابطالها بصفه عامه، لكن هي فحواها ان في بعض الناس الجزئيه دي تاني ان في بعض قضيه ايه بقى؟ قضيه بعض الناس قضيه رقمها 332 دي مرفوعه بالفعل دوله عليا. الكلام ده مش مظبوط بالمره. طب احنا متفقين ان هي مش مظبوطه، احنا مش متفقين انها مش مظبوطه، انما في ضمن اوراق هذه القضيه دعوه من مارجريت سكوبي سفيره امريكا لاحد الاشخاص لمقابلتها. طيب كمل يا ممكن ترجع للقضيه دي عشان هجي لك بكشف حساب مهم جدا. عشان قضيه التمويل الاجنبي دي انا عايش فيها. مش القضيه دي في حد ذاتها، دي قضيه منفصله. دي قضيه ده جزء غير التمويل الاجنبي. دي قضيه منفصله عن التمويل الاجنبي ومنظوره. انت حضرتك توضح بتقول اللي بيبشرها اشرف العشماوي بيبشروها بيوزعوها. لا نفس الناس اللي لا طبعا حضرتك توضح بقى عشان اقدر ارد على حضرتك. وضحت لحضرتك دي جزئيه. لا طبعا. الجزئيه الثانيه برضو قوي ان في الاستاذ سيد حافظ قال في تصريح لي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بامانتكم، قلت ان حمايه اهداف ومكتسبات الثوره لا تحتاج الى قانون. صفاتكم ايه في المجتمع؟ هناك جهات تنفيذيه منوطه، رئيس الجمهوريه هي اللي تطلع تنفذ قرارات. هو مش مجلس اداره. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، الثوره بنت، نعم بنت خلفت عدم وجود امن، خلفت فاهمني؟ ما هو اتفقوا الناس اللي ضد النظام السابق، انت فاهمني، او ما شابه ذلك، وما بين تلفات الثوره بصفه عامه، يعني مجلس اداره الثوره. تمام. طيب تمام. راح يفتتح في اسكندريه مخبز، ده انجاز. ازاي يعني؟ انت فاهمني؟ امال وزير التموين يروح يعني هيفتتح طابونه؟ طب انشاء اكبر مجمع تجاري للباعه الجائلين في محافظه الغربيه، المحافظ بقى يروح يشرف على مرجيح مولد النبي. اتفاقيه مع الصين، هي البلد ناقصه منتج صيني. اقاله مدير الامن، ده انجاز. وده هم انتوا حاطينها على موقع التواصل الاجتماعي بتاعكم ان دي من ضمن ال 50 انجاز. مدير امن مين يا رئيس مدير امن القاهره، ده انجاز. اقاله المجلس العسكري في الاول وفي الاخر هم عسكر يرأسهم رئيس الجمهوريه. ايا كان في دستور مكمل او كان في غير دستور مكمل، الذي حنس به من اقصى ان يحترم الدستور والقانون وقام بالغائه. تعيين 1000 عامل بمشروع النظافه باسيوط، بياخد قرار بتعيين 1000 عامل في مشروع النظافه. رئيس هيئه النظافه يعين 2000 و3000 بقرار من رئيس هيئه النظافه مش رئيس الجمهوريه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه نشوف النظام السابق. انا معايا كشف حساب للنظام السابق برضه لازم اعرضه مع الاستاذ ابراهيم. النظام السابق، النظام الفاسد، النظام البائد، عمل لنا حاجه اسمها مترو الانفاق. مش منا ولا حاجه، لا نتيجه شغل وكباري، زياده عدد الكباري من سنه فتره الزمنيه كمان، زياده عدد الكباري
من 12 عدد الكباري. انا هيكمل وهجي لك بكشف الحساب يا استاذ ابراهيم. زياده عدد الكباري من عام من 12 كوبري عام 81 الى 50 كوبري ده على مستوى القاهره. زياده طيب عدد الكباري. اخر محاوله للمداخله يا جماعه. طيب معانا المداخله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك ونشكرك على المداخله. الله يكرمك. انا معاك لطفي كمال عضو المكتب السياسي في حزب الشعب. اهلا بيك استاذ لطفي. اهلا بيك يا فندم. بخصوص الحادثه بتاع الشيخ علي دي، ايوه الواقعه دي مهمه جدا، عايزين نتاكد من حضرتك من حضرتك. الحادثه دي يشهد عليها عشرات الالاف مش عشرات الاشخاص، عشرات الالاف. وانا شاء القدر انا اعتقلت 11 سنه في عهد حسني مبارك، وقد التقيت الشيخ علي في سجن الاستقبال. وطبعا الشيخ علي كان قصته مشهوره جدا، ويعني اللي يحب يسمعها منه شخصيا موجود على اليوتيوب، وكان بوابه الوفد عملت لقاء معاه. وخلاص القصه ان هذا الرجل قابل حسني مبارك اثناء تأدية العمره. قال له اتق الله في المعتقلين اللي عندك. ومضى. بالليل دهمت البيت الشرطه السعوديه ومعها المخابرات المصريه، وتم اقتياده على طائره خاصه الى مصر. ومكث هذا الرجل بسبب هذه الكلمه، لم ينتمي الى جماعات ولم يكن يخرج على النظام السابق بالسلاح ولم يفعل اي شيء، غير انه قال لحسني مبارك اتق الله. وتم اقتياده ومكث في السجن اكثر من 16 سنه. وفي احدى المرات في سجن الوادي في تفتيش بما يعرف بتفتيش المصلحه، واظن انت لو سالت فؤاد علام اللي بيدافع عن جهاز امن الدوله ليل نهار هيقول لك يعني ايه تفتيشات المصلحه، يعني ايه حفلات الاستقبال، يعني ايه. وطبعا الطب المصري هنا مليان دفاتر. اكثر من 25,000 معتقل في عهد حسني مبارك ذا قويلات. ما حدث في سجن ابو غريب لا يعد 1% ان لم يكن 1 في الألف. ولا يشهد على ذلك الضابط اشرف اسماعيل الذي كان ياتي بصوره حسني مبارك ويجبر المعتقلين بالضرب حتى يسجدوا لها. ويشهد على ذلك سجن ابو جعبل الصناعي يسجد لحسني مبارك، هذا الضابط الذي قام بتمزيق المصحف والنحس عليه. يعني اشياء لو يعني يا استاذ لطفي اسمح لي معلش نودي البرنامج ده بس يا استاذ لطفي. لكن واحد الحادثه دي تعرض ليها الاف من المعتقلين. وحضرتك سمعت شخصيا من الشيخ علي يا استاذ لطفي؟ استاذ لطفي اسمعني معلش انا اسف، حضرتك سمعت شخصيا من الشيخ علي داخل السجون والمعتقلات هذه الواقعه وهو اكدها لك انت شخصيا، مش سمعتها حد عن حد وكذا؟ وانا كنت موجود معاه في سجن الاستقبال لما بعد ما جابوه الوادي، بعد ما حصل معاه اللي حصل في سجن الوادي. طب انا بس اسمعك يا عم لطفي، لو هذه الواقعه حقيقيه والراجل ده موجود يا ريت تجيبه لنا عشان احنا كمان ننضم ليه، نقابله. احنا عايزين نقابله وننضم كلنا ليه. طيب احنا للاسف عشان وقت برنامجنا يا جماعه انا اسف جدا، بشكرك جدا يا استاذ لطفي، بس عشان وقت حلقتنا للاسف هكمل اسف وقتنا جزئيه واحده. طبعا انا والله لك الحق، دي بدايه لحلقات ثانيه قادمه اكيد. انا ما باخدش من وقتك ولا حاجه، وعشان